احنا نبقى هون. لا لا رنيان باسل محمد غميد لا 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 اتفقنا على ان نتفق كويسه بلشنا شوف نمشي مع بعض ونحكي تبلشوا تمشوا انا ساعدكم في انت معك تليفون نبار؟ لن؟ بس عم برد لا يحسوك انه ما مش بحاجه ولا مسرح ولا لا شيء ولا تكبر انزل تخيل بديت ميلاد طلع على انحى طلع على ابنها على امها بيكاتشو 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 مين صاحب الفكره؟ جوز مباركة. يعني أنا اللي عجبني الأمانة، يعني الإرادة والتحدي اللي عندكم إنه تكون تعملوا شيء وما تسووا. الأمانة هذا شيء عظيم جدا، وأنا متأكد إنه راح تنجحوا إن شاء الله. عمل مش سهل طويل، أنا بالتأكيد توصلوا إن شاء الله. والله يعطيك العافية. نقدروا المسجد بس أساس ما بلاش يعيش. لا 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 بس خلصوا احنا صلاة العصر إن شاء الله. لا أنا بقصد انا هلا مرحبا. وين ابو شفيق؟ صباح شو اخبارك؟ عاش من شافك. الله يسلمك. هلا كيف حالكم؟ حكيت مع عمر؟ انا بحكي معه. احكي بس في هذا الباب السر نبار حكيت؟ بس يلا تفضل. الصحة شو أخبارك؟ أستاذ مرحبا. هذا البلاد هذا حلقة من تعرفوها؟ بلاد. هاي وصلوا السلام تعالى. بلاد نبار حكيت؟ جيب الكيس كله. شوف دوري شوف دوري نجيب العلم بعد على شو جماعة خلاص لا
ننزل نلعب كتير. والله سيدي تعال غاد وين غاد وين غاد وين غاد تعال شوي تعال يعطيك العافيه راجل.
ننشد مع أحرار العالم أناشيد الحياة والكرامة والحرية، كما ويحلم أطفالنا أحلامهم الأخرى، وكما يفعل الصغار في جهات العالم الأربع. وبالرغم من وجود جدار الفصل العنصري على بعد بضع عشرات من الأمتار عن هذا المكان، وما يمثله هذا الجدار من قهر للإنسان والحياة، غير أننا أخوة وأصدقاء ورفاق درب واحد نجتمع اليوم هنا لنشارك جميعنا في فعاليات مهرجان رؤية الثقافي الأول. وأنتم تعرفون أن رسالة الفن هو التعبير باللوحة والقصيدة والأدب والمسرح والدبكة التراثية والأغنية الملتزمة عن رفض الظلم بكافة أشكاله، ومحاولة متواضعة لإعادة رسم خريطة جديدة للعالم حيث لا يكون هناك قهر أو معاناة، بل إنسان يعيش بحرية وبكرامة ويساهم مع أخيه الإنسان في بناء الحضارة الإنسانية. وأود هنا وباسمكم جميعا أن أرحب بالأخ الكريم السيد عصام فرعون رئيس مجلس محل العزرية التي تقام هذه التظاهرة الثقافية والفنية تحت رعايته. والآن مع كلمة المركز يقدمها لنا أصحاب المركز جلال ونبار الأسكرجيان. مساء الخير. بس لو سمحتوا هدوء شوي. ماشي. أرحب. خذ المايك الثاني، خذ المايك. بنرحب برئيس مجلس العزرية عصام فرعون وأبو فراس من وزارة التربية والتعليم، الفنان الكبير الأستاذ صلاح الأطرش، والشاعر لؤي زعيتر، والشاعر ماجد أبو شودة كمان. تحية كبيرة شباب. والفنان الصاعد محمد غنايم حج MC كمان زاد له كمان رح يجي يضربنا اليوم. وبنرحب كمان برئيس نادي العزرية عطا جبر وكشافة عزرية. تحية كثير لهم لهم شرفونا. كمان بنرحب بمركز السلام التراث الأستاذة سوسن خطيب عملتنا معرض هنا التراث، وجمعية العزرية خيرية رجب بصر، واستاذ موسى عرقات مدير السير دولة السير، اسفين بنزينة حدا. هذه كلمة ميخائيل نعيم ببلش فيها. هذه كلمة كثير مقراءة كثير حسيت بتقدر تعطينا نوع من الفكر، نوع من الاستمتاع بالحياة. إذا سماؤك يوما تحجبت بالغيوم أغمد جفونك تبصر خلف الغيوم النجوم، والأرض حولك إما توشحت بالثلوج أغمد جفونك تبصر تحت الثلوج مروج، وإن بليت بداء وقيل داء عياء أغمد جفونك تبصر في الداء كل الدواء، وعندما الموت يدنو واللحد يغفر فاه أغمد جفونك تبصر في اللحد مهد الحياة. مش أكيد ذكرنا من كلمة من كتاب ميخائيل نعيمة: ما أجمل أن نزرع بسمة على وجه طفل وطفلة. بس شوي عشان أحكي، بس لو سمحتوا وطوا صوتكم، أنا صوتكم عالي كثير. صغار بليز. ما أجمل أن نزرع بسمة على وجه طفل وطفلة. ما أجمل أن نملأ ونلون فلسطين بالموسيقى والرسم والدبكة والفنون. ما أجمل أن نعمل معا العمل الفني يكون ذكرى لا تنتسى على مدى الأيام والأجيال. نحن نزرع وأطفالنا يحصدون، هذا هو أملنا، أن نعمل جيل يحب الحياة بالرغم من الجدار والحواجز والاحتلال، أن ننمي ونشجع بعضنا على الإبداع،
أنا لا أستطيع وحدي ولكن معك أستطيع، ونحن كلنا نستطيع أن نعمل عمل فني، نعمل يوما كهذا لا يتسع، لأننا نفرح في كل شخص موجود هون. أريد أن أقول لكم أن هذا المهرجان له 4 أشهر، كل مرة بيلتغى وبيتأخر 4 أشهر، تخيلوا. لعدة ظروف صعبة كان مرينا فيها، هذا بيحكي لنا تعرفون هذا اللي كله روح، وصلنا اليوم، لكن نشكر الله اليوم بفضلكم كلكم وبفضل رئيس المجلس اسلام فرعون وكل موجودين وكل الاساتذه اللي بنتواجد هون كلنا ونحتفل باليوم الحفل هذا الكريم. شكر خاص للشخص اللي هي والله صراحه عندها صبر طويل تمها انها تعمل مهرجان، ونربحها بمنسقه العلاقات العامه. آخر كلماتي كمان أريد أن أشكر إدارة مركز رؤيا، بلاد، منار، ويليام وكل الأشخاص المتطوعين والأساتذة شاركوا معنا في عمل مهرجان هذا موجود اليوم، اللي هو أستاذ صلاح الأطرش اللي هو شارك في من أبحاثه ولحد طلاب، اشتغل على معرض دولي في هولندا، زعفة كبيرة له. أستاذ محمد غباش، أستاذ دبكي، تحية كبيرة لوين أستاذ محمد. أودرا وسيموس هي رح تشوفوا لوحات موجودة على كل على الحيطان، لوحات هذا المعرض الشغل له ملاش شهرين أو شهر ونص، هي اشتغلت عليه مع أطفالنا، فتحية كبيرة لها أودرا. وين أودرا؟ أودرا كديل أو يعني. واشكر اساتذتنا الذين اولاهم لما زينا احتفالنا بالورود. شكرا كثير لكم، ان شاء الله تستمتعوا معنا، يعطيكم العافيه. شيء بسيط انه كلنا من الكلمات، بس بدي اشكر الاخ عاصم مدير مركز شرطه ابو ديس، وبدي اشكر أستاذي الكبير اللي وصلنا اليوم الأستاذ فؤاد كمال من بيت مدير مؤسسة التعليم العربي، شكرا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، مع حفظ الألفاظ، تحية عربية فلسطينية وبعد. يجب أن لا تفقدوا الأمل في الإنسانية. إن الإنسانية محيط، وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرا. هذا ما قاله غاندي محرر الهند سلميا من الاحتلال البريطاني. في هذا الاحتفال البهيج وهو بعنوان مهرجان رؤية الثقافي الأول، وتحت رعاية الأخ الكريم الأستاذ عصام فرعون المحترم رئيس مجلس محلي العزرية حفظه الله، تبدأ وباسم الله انطلاقة فعاليات يومنا العزراوي والمميز هذا، وهي خطوة أخرى نخطوها معا لتنفيذ أنشطة ومشاريع مركزنا في بلدتنا الحبيبة العزرية، وتشمل الحكايات الشعبية، الشعر، الدبكة، الفن التشكيلي، الأشغال اليدوية والموسيقى والأغنية الملتزمة، وهي جزء مهم من أشكال المقاومة الشعبية السلمية والفعالة ضد كل أشكال القهر والظلم والاحتلال والمعاناة اليومية. في يومنا العزراوي نقف جميعا كشعب واحد وأمة واحدة احتراما وإجلالا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا فداء للوطن، ولكل الكلمات التي نتحدث عن الحرية والإنسانية والعدالة. في يومنا العزراوي المميز هذا نرفع صوتنا عاليا لنقول للعالم كله لا للظلم ولا للقهر، لا للحصار ولا لقتل الأبرياء ولا لبكاء الأطفال ولا لآلام الأمهات وخوف الآباء ولا لجدار الفصل العنصري. نعم وألف نعم للحرية والعدل والسلام. أنا لا أريد أن يكون منزلي محاطا بجدار من كافة النواحي، ولا أريد أن تكون نوافذ بيتي مسدودة. أريد أن تكون ثقافات كافة البلدان منتشرة حول منزلي بحرية،
ولكنني أرفض أن أقمع من قبل أي منها. قال شاعرنا الكبير محمد درويش رحمه الله يوما: حان الوقت لننهض ثانية ونواصل السير، لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. اليوم هو يوم انتصار الفرح على الحزن، وانتصار الضعيف على القوي، وانتصار الحب على الكراهية. اليوم نجتمع كعائلة واحدة في مكان واحد وتحت سقف واحد، نغني للفرح ونغني للحياة ونغني لليوم الموعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس مضطر أحكي كلمة بسيطة بالإنجليزي لأنه في عندنا متطوعين وأجانب وحضور أجنبي. Ladies and gentlemen, honored guests, I begin with a quote from Gandhi. You must never lose hope in humanity. Humanity like an ocean, which cannot become polluted from a few drops of dirty water, remains pure. On this joyous festival, the first Vision Cultural Festival, and in honor of our brother, Hassan Faraon, head of the Azariya Village Council, in the name of God, we commemorate today as a special day for Azariya. Today, we of the PCCA work together for our beloved Azariya by performing cultural activities, heritage stories, poetry, folkloric dances, handicrafts, and music, which are all part of peaceful public resistance, standing against any form of humiliation, injustice, occupation, and daily suffering over the last of 60 years. On this commemorated Azariya Day, we stand together. On this Azariya Day, we raise our voice high to say to the world, no to injustice, no to living under siege, no to the killing of innocents, no to the crying of children, no to the pain of mothers, and no to fear of fathers, and finally, no to the apartheid wall. But instead, I say yes. Yes for freedom, justice, peace, and reconciliation. Today is a day of victory. Victory of joy over sorrow. Victory of the weak over the strong. Victory of love over hatred. Today we gather as one family in one place under one roof to sing for joy, to sing for life, to sing for Promised Day, the day of independence of Palestine, with Jerusalem as the capital. Thank you and peace upon you. شكرا بلال مبار. الوطن والإنسان أغلى ما نملك، هكذا تقول لنا كتب التاريخ. فلنغني إلى الوطن الحبيب والإنسان المناضل من أجل الحياة والحرية، مع أغاني ملتزمة تقدمها لنا جوقة مركز رؤية للثقافة والفنون بمصاحبة فرقة مركز رؤية الموسيقية، تدريب وإشراف الفنان أستاذ مبارك سكريجي. وإن بان بعيني
في عز التعبير الشاش عنف وغضب إن اخترتك يا وطني حبا وطواعيا إن اخترتك يا وطني سرا وعلانيا إن اخترتك يا وطني حبا وطواعيا إن اخترتك يا وطني سرا وعلانيا إن اخترتك يا وطني فليتذكر ليس مني إن اخترتك يا وطني فليتذكر ليس مني ما دمت تذكرني يا وطن الراعى يا وطني 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 دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسى وإن بان بعيني الأسى دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صفحاتي مسا وإن صارت صفحاتي مسا دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسى وإن بان بعيني الأسى دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صفحاتي مسا وإن صارت صفحاتي مسا شئت في زمن الجزر شئت في عز التعب شئت في زمن الجزر شئت في عز التعب الشاش عنف وغضب 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 وغضب
والفنون. يسعدنا بهذه الأمسية أكيد العزراوية والمميزة أن يكون حفلنا هذا تحت رعاية مجلس محل العزرية مثنى برئيس المجلس الأخ الكريم الأستاذ عصام فرعون، فليتفضل كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الإخوة جميعا مع حفظ الألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الأخ والأستاذ ويليام فوسكارجيان. أستاذ ويليام أستاذي، نعم أستاذي. والأستاذ ويليام علاقتنا وصداقتنا معه طويلة جدا، وكان وما زال عنده طموح كبير انه يعمل شيء للفن وللثقافه بالعزريه. رجل بحيي فيه حبه للعزريه واللي هو حب لفلسطين والقدس كلها. ما شاء الله الشباب يعني وبخلالهم ومشاركته وتوجيهاته استطاعوا انه يعملوا الانطلاقه اليوم للمهرجان الاول لمركز رؤيه. ما بدي اطيل بس بعتقد انه الفن لازم نتعلم ونتثقف الفن بشكل جيد. يعني انا بدي احكي بمساله بشكل سريع جدا، ما بدي اطيل عليكم. موضوع انه بدا فصل الصيف وبدات الافراح ان شاء الله دائما عامره ببيوتنا جميعا والحاضرين جميعا. تبدا اللي هي موضوع السهرات الفنيه بسموها، واللي طبعا تبدا من بداية الليل وتضال لآخر الليل، وبآخر الليل ما بتميز صوت الناس اللي بغنوا حتى عن كائنات أخرى كلها بنسمعها بالليل. يعني للأسف الشديد هو إزعاج جدا، من حق الناس تفرح، بس عندنا فولكلورنا وعندنا ثقافتنا وعندنا تراثنا الفني الفلسطيني الرائع جدا، واللي بدأنا بمثل هذه المناسبات إنه نبتعد عنه وما نتوارثه وما نحييه بشكل جيد. نأمل انه يكون جزء من رسالة مركز رؤية، هو فعلا يعني وهذا الشيء حقيقي موجود من خلال المجموعة ومن خلال الفقرات الفنية والنشاطات للمركز، انه تكون الرسالة فعلا هي المحافظة على تراثنا الثقافي الفلسطيني وتحديثه وتثقيف الناس له لتذوقه. يعني ممكن بعض الناس الأغنياء يجيبوا بعرفش أسماء مطربين بغنوا زجل وفولكلور فلسطيني مكلفين جدا هذول الناس، وما هياش المسألة تجارة. الفولكلور الفلسطيني والثقافة التراث الفلسطيني هي فن وفرح جماعي، ما هياش مسألة إنه أجيب ناس مشان يبسطوني. طب أنا عندي فرحة. هلا من خلال هذه الرسالة ونقلها من خلال بناتنا وأطفالنا ومن خلال شبابنا كمان بالبلد وإحياء هذا الحراك بشكل جيد، بدي أقول للأخ مبارك والأخ ميلاد إنه برغم تشاؤم الواقع في ظل تفاؤل الإرادة بإمكاننا إنه فعلا نحقق بناء الجسور وإحياء الأمل وصنع المستقبل. شكرا لكم جميعا. تهدوا شوي عشان نقدر نكمل فقرات الحفل. طبعا احنا كامل ضيوفنا نمثل مديرية التربية والتعليم ولكن نعتذر عن الحضور. فننتقل مجموعة أطفال بلا حضور تابعة لمركز رؤية الثقافة والفنون تقدم لنا الآن أغنية فيروزية بعنوان البنت الشغبية. بس رجاء خاص كمان مرة بليز من فضلكم خلينا نسمع.
الجنة. نعتز الآن أن نقدم لكم فقرة شعراء فلسطين، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الأمسية العزراوية والمميزة الشاعر الفلسطيني المعروف لؤي زعيتر، ويتفضل إلقاء قصيدته. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. طبعا انا بهلك اسم مركز رؤيا، بعد حالي من اهل البيت. حي الحضور في المهرجان والقائمين على المهرجان. في معنا قصيده للوطن بالشعر النبطي، انا بكتب الشعر النبطي، فخلينا نخلي القصيده تعرف على حالها. خلينا نقول عبالي مليون سؤال على لسانك يا وطن، وريد لهن حر يجيب. ارفع لي هندسه، ارفع لي صوت شوي بس. على بالي مليون سؤال على لسانك يا وطن، وريد لهن حر يجيب. عمري بوان الورد وزماني، كسر ثوايب شيبش يشعل النار، بقليب المتيم غير حال الحبيب. عبالي مليون سؤال على لسانك يا وطن، وريد لهن حر يجيب. عمري بوان الورد وزماني، كسر ثوايب شيبش يشعل النار، بقليب المتيم غير حال الحبيب. انت الحلو يا وطن بين اخوتك. انت الحلو يا وطن بين اخوتك، وابنك ينام جعان مع انك جدا خصيب. انت الحلو يا وطن بين اخوتك، وابنك ينام جعان مع انك جدا خصيب، وما ياكل احلى من زمزم. لا روض لي ظما ولا ضفت لي لهيب، من 60 عام عيالك خيمها عند الجيران، وانت بحضنك توسد غريب. عبالي مليون سؤال على لسانك يا وطن، وريد لهن حر يجيب يشعل النار، بقليب المتيم غير حال الحبيب. عيالك خيمها من 60 عام عند الجيران، وانت بحضنك توسد الغريب. صدري صفى مقبرة لدعوتي، مليتني الحكي اللي لا يودي ولا يجيب. لمين اشتكي من ظلمتي ولاتي ولا الغنم ذيب، اللي ما شاف مناظر الذبح بغزة ومناظر قتل الأطفال اللي تريب، اللي ما سمع دعوة أمي بساعة الصبح تنخى الله ونبيه الحبيب. لمين اشتكي من ظلمتي ولاتي ولا الغنم ذيب. صدري صفا مقبرة لدعوتي، مليت أنا الحكي اللي لا يودي ولا يجيب. على بالي مليون سؤال على لسانك يا وطن، وريد لهن حر يجيب. عمري بوان الورد وزماني، كسر ذوايب شيب يشعل النار، بقليب المتيم غير حال الحبيب. واشكر لكم حسن الاستماع. شكرا كثير فنان لؤي زعيتر. كما أن نقدم لكم أيضا الشاعر الفلسطيني الشاب المعروف مجد أبو جودة، وإلقاء قصيدته هناك في أرض السلام. شكرا لكم الحضور، وبنحب نبلش في القصيدة بدون مقدمة. هناك في أرض السلام، هناك في أرض السلام بعد سورين وحاجز، هناك في أرض السلام بعد سورين وحاجز، هناك دمانا تروي الثرى مطرا ليحارب الزيتون. هناك نكون ولا نكون، هناك يلتقي الأنبياء، هناك يلتقي الأنبياء عند انتصاف الليل، عند تجلي الرب بين يمامتين. هناك القدس تبكينا وتكتبنا على الأسوار قصة عشق، هناك القدس تبكينا وتكتبنا على الأسوار قصة عشق. هناك ينادي الحب معبده حتى ينير القمر، وتعزف أزهار الربيع لحن الندى والأقحوان، ترقص فراشتنا الشريدة على لحن المطر.
هناك يبزغ فجر هذا الكون، هناك يبزغ فجر هذا الكون ليكسي تلة خضراء بالأحمر. هناك تبكينا السماء، هناك تبكينا السماء وتبكينا شقوق السور والأبواب والمحراب يبكينا، حواصل قمحنا تبكي، زقاق الخمر عشب التل يبكينا، شذا الأزهار خطوط النار تبكينا، المآذن والكنائس والمساجد تبكينا، المآذن والكنائس والمساجد تنادينا فراشات جريحة، عشب على التل، رائحة البكاء، قطرات المطر تنادينا ألا عودوا، تنادينا ألا عودوا، بنا شوق لمرآكم وملقاكم، ألا عودوا فهذه درب عودتكم، ألا عودوا وتعمدوا بالنار.